السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة ساينس ببساطة مع ميس سارة. معايا الساينس هيبقى أحسن مادة انتوا بتحبوها إن شاء الله بإذن الله. طبعا معايا بس أول بأول. ما تنسوش اللايك، شير، سبسكرايب، فعلوا الجرس عشان يجيلكم الفيديوز بتاعتي أول بأول إن شاء الله. احنا كنا أخدنا جريد 4، خدنا بورت 1 من ليسون 1، وان شاء الله باذن الله تكونوا شفتوه. هو سهل جدا وبسيط جدا ومفيهوش حاجه. لو ما شفتهوش قبل ما تشوفوا الفيديو ده لازم تشوفوا الفيديو اللي فات، علشان هما مترابطين ببعض. يعني انت مش هتفهم ده لو ما شفتش الفيديو اللي فات او ما فهمتش الفيديو اللي فات. ولو ما فهمتش حاجه اكتبوا لي في الكومنتس، بفرح قوي بالكومنتس بتاعتكم، برد عليها بمنتهى الاهتمام. طيب، احنا بقى اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن الادابتيشن، التكيف، وفهمنا يعني ايه تكيف. دلوقتي بقى احنا هنتكلم عن الكاموفلاج. ايه الكاموفلاج دوت؟ هو التخفي. يعني ايه برضو التخفي؟ ده نوع من التكيف، حاجة كده بتخلي الكائن الحي يعرف يعيش في البيئة بتاعته. طب يعني ايه برضو؟ يعني مثلا لو كائن بيعيش في سنو، في تلج، ينفع يبقى لونه براون مثلا؟ طب ما كده هيتشاف بسهولة. لو في حاجة هتاكله هتشوفه وتيجي تاكله بسهولة، ولو هو عايز يصطاد حاجة فالحاجة دي هتشوفه وتطلع تجري منه. لكن ربنا سبحانه وتعالى خلق معظم الكائنات اللي بتعيش في السنو بألوان فاتحة عشان ما تتشافش بسهولة وتعرف تعيش وتتكيف. طب ده اسمه ايه؟ اسمه كاموفلاج. يبقى ايه هو الكاموفلاج دوت؟ هو التخفي، ان الكائن بيتخفى. بيتخفى فين؟ يعني في surrounding environments. يعني ايه؟ يعني في البيئة المحيطة. يبقى لما نيجي نعرف الكاموفلاج دوت هنعرفه ازاي؟ هنقول it's an example of adaptation، يعني هو نوع من الادابتيشن، هو تكيف برضه. طيب، which some animals hide from their prey or their predators، بيتخفوا من الفرائس او من المفترسين. يعني بيتخفوا من الفريسة اللي هم رايحين ياكلوها عشان ما تشوفهمش، وبيستخبوا كمان من المفترسين عشان المفترسين ما يجوش ياكلوهم. اوكي، ازاي بيعملوا كده؟ ازاي؟ قالك by blending in surrounding environments، يعني ان هم بيستخبوا في البيئة المحيطة. بيبقى شكلهم شبه البيئة المحيطة كده ويقعدوا يستخبوا كده، عارفين انتوا علشان ايه؟ ما يشوفوهمش. اوكي، طب احنا عايزين ناخد examples يا ميس عن الموضوع ده. طيب تعالوا نشوفوا اول حاجة هنتكلم عنها البولر بير. ايه البولر بير ده؟ الدب القطبي. لو تاخدوا بالكوا الدب اللي بيعيش في القطبين بيكون لونه ابيض، وايت. وهقول لكم على فكرة فان فاكت عن الموضوع دوت. تابعوا بس البيج بتاعتي، بقول فان فاكتس لطيفة جدا عن الفرو بتاعه. خلينا نقول ان هو لونه وايت، عنده وايت فر. ليه؟ تخيل كده هو كان عنده مثلا جرين فر او عنده بلاك فر، هيتشاف بسهولة فمش هيعرف يصطاد، صح كده؟ يبقى الوايت فير دوت سبحان الله ايه فايدته؟ قالك بيساعده ان هو blend in with snow، يعني يستخبى في السنو، يستخبى في التلج. طب هو اصلا بيعيش فين؟ بيعيش في الاركتيك ريجن، في القارة القطبية الشمالية. تمام؟ طيب، وعنده ايه كمان؟ عنده سكفر. يعني ايه سكفر؟ يعني عنده فرو سميك، فرو كتير. عارف انت الدنيا ساقعة قوي جدا هناك، صح؟ جدا. طيب انت لما بتكون الدنيا ساقعة بتعمل ايه؟ بتلبس حاجات تقيلة. ده بقى ربنا سبحانه وتعالى خلقه هو من نفسه كده لابس الحاجات التقيلة دي، اللي هي الايه؟ السكفر، اللي هو الفرو السميك. يبقى هو ليه عنده سكفر؟ to stay warm، عشان جسمه يفضل دافي من جوه. لو تاخدوا بالكوا عنده فرو كتير جدا. اوكي، يعني مفيش يميز غير البولر بير؟ لا طبعا، مش في بيرز تانية بيكون لونها براون او بلاك، صح؟ دي بتعيش فين بقى؟ الهابيتات بتاعتها، الهابيتات اللي هو الموطن، اتكلمنا في الموضوع دوت الفيديو اللي فات، اللي هو المكان اللي بيعيش فيه الكائن يعني. طيب، هي البيرز دي بتعيش فين؟ بتعيش في الفورست، بتعيش في الغابة. فعشان كده بيكون لونها دايما دارك، لونها غامق. ليه بيكون لونها غامق؟
بصوا يا حبايبي، تخيلوا البير اللي قدامكم ده كان لونه ابيض زي البولر بير، ايه اللي هيحصل؟ هيبان بسهولة جدا ما بين الاشجار، صح؟ لكن سبحان الله، الدببة دي بتكون لونها يا اما براون يا اما بلاك. ليه؟ علشان تستخبى في الوود بتاع الفورست. يبقى to blend in with the wood، عشان تستخبى او تتخفى في الوود، في الخشب. اوكي، ايه كمان يا ميس؟ عندنا حيوان لطيف جدا اسمه الوشق المصري. ايه الوشق المصري ده؟ اللي هو الكراكل. ايه الكراكل دوت؟ الكراكل ده بيعيش في الديزرت، بيعيش في الصحراء المصرية. طب هو بيعيش في الصحراء، ينفع يبقى لونه ابيض؟ لا. امال لونه ايه؟ الادابتيشن بتاعته ان هو عنده ساندي كولرد فر، يعني لون الفرو بتاعه شبه لون الساند كده، الساند اللي هي الرملة. ليه بقى لونه كده؟ سبحان الله، to blend in with sand، عشان يستخبى في الساند، ما يبانش من وسط الساند. اوكي، مين كمان؟ عندنا الفينيك فوكس. مين الفينيك فوكس ده؟ اللي هو الثعلب الفينك. ده ثعلب لطيف جدا، صغير جدا، هنتكلم عنه قدام في الليسونز اللي جايه بالتفصيل شويه. بس احنا دلوقتي عايزين نعرف هو بيعيش فين. قالك الفينيك فوكس ده بيعيش في الديزرت، هو كمان بيعيش في الصحراء. طب ايه الادابتيشن بتاعته؟ قالك ان هو كمان عنده ساندي كولرد فر، او ممكن نقول عليه تان كولرد فر، يعني الاتنين واحد، ساندي كولرد او تان كولرد، ان هو لونه لون التان. عارفه لما يكون حد رايح ياخد تان كده، فلونه لون التان او لون الساند. طب ليه برضو to blend in with desert او with sand؟ عشان يستخبى في الصحراء او يستخبى في الرمال. اوكي، طيب تعالوا بقى نتكلم عن الكالرفول ليزردز. قالت تقولي يا ميس، في ليزردز، في سحالي بتكون كالرفول قوي، بتكون ملونة جدا مع انها بتعيش في الصحراء. هقول لكم، السحالي دي بتعيش في نوع معين من الديزرت، الهابيتات بتاعتها الديزرت فعلا، بس الديزرت دي بتكون منتشر فيها الكالرفول روكس، اللي هي صخور ملونة، صخور مليانة الوان. فدي لو كان مثلا لونها ساندي، مثلا لونها لون الساند، فهتبان في الصخور بسهولة، الصخور الملونة دي. فسبحان الله، هي عندها السكيلز بتاعتها بتكون colorful. يعني ايه سكيلز؟ الاول السكيلز اللي هي القشور. لو عندك سلحفة كده او شفت السلحفة، هتلاقي السلحفة الطبقة اللي عليها مش جلد، مش فرو، مش شعر، تحسها طبقة خشنة كده. الليزرد عندها نفس الطبقة دي. اسمها ايه بقى الطبقة دي؟ اسمها سكيلز. خلاص، فهي بتكون عندها colorful scales، يعني قشور ملونة. طب ليه بقى؟ to blend in with colorful rocks، عشان تستخبى في colorful rocks، في الصخور الملونة. اوكي، تعالوا بقى زي ما اتفقنا في الفيديو اللي فات، هناخد حبة كلمات. الكلمات دي هتساعدنا ان احنا نفهم الدرس ونعرف نحل عليه بسهولة. وما تنسوش زي ما وعدتكم ان شاء الله باذن الله، اخر كل كونسبت هديكم اسئلة الجيف ريزون عشان تعرفوا بتتحل ازاي وتبقوا اشطر طلبة في الجيف ريزون ان شاء الله باذن الله. طلبة ساينس ببساطة مع ميس سارة هيكونوا اشطر طلبة في الجيف ريزون. طيب تعالوا نشوفوا بقى الكلمات بتاعت الليسون النهارده. قولوا ورايا: كاموفلاج، كاموفلاج. Arctic region، Arctic region. blend in، blend in. crackle، crackle. fennec fox، fennec fox. احفظوا الكلمات، ما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك وشير سبسكرايب، تبولي اي حاجة ما فهمتهاش في الكومنتس، بفرح جدا بالكومنتس بتاعتكم وارد عليها بكل اهتمام وحب. مع السلامة.